صحباتي، نهاركم مبروك، نهاركم زين، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا مهنيين وتكونوا في احسن الاحوال يا رب. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على حبيبنا رسول الله. نبدو بسم الله على بركه الله. اليوم راح ندير معكم وصفه سهله بنينه بنه وصايي. نروحوا للوصفه، نبدو بسم الله على بركه الله. في طاجين يكون ثقيل درت مغرف تاع السمن وزوج مغارف تاع الزيت، ودرت عليهم نص كاس تاع شوربه فيرميسال، وعلى نار تكون متوسطه، نار تكون ما تكونش زايده بزاف، تكون متوسطه. ونبدا نحمص في الشوربه حتى تحمص لي. وبجي هنا في طبسي درت كاس ونص تاع الارز، يكون مفور اي نوعيه بسمتي اي نوعيه، وندير عليه الماء يكون حامي ونخليها واحد نص ساعه حتى يطلق لي هذاك النشا، باسكو هذاك النشا هو اللي يعجن الروز، لازم تشليه مليح باش تروح منه هذاك النشا تاعه. وهنا نبدا نحمص الشوربه حتى تعطيني هذاك اللون الذهبي، هذيك لا دوريو شباب، هذيك التحميره الشابه. المهم كما قلت لكم قابلوها باش ما تنحرق لكمش. هذه هي من بعد. وهنا راح نزيد نفرغ الروز بعد ما صفيته. هنا كما قلت لكم صحاباتي، النوعيه اي روز ديريها، المهم يكون الروز مفور. وهنا نقليه واحد 2 دقائق مع الشوربه، ونزيد عليه 2 ورقات رند، ونعبر بالماء، نسقيه، ندير 3 كيسان تاع الماء، وندير شويه حبه كحله والملح، ونغطي الطاوه تاعي ونخليها على نار متوسطه ونخليها تطيب بخاطرها. المهم ما تقلعوش البلاع حتى طيب الروز على حبه باش يجيك مليح وما يجيكش معجن. وهنا عندي لي زيسكالوب قطعتهم بيدي، درت عليهم كركم، شويه فلفل اسود وزعفران، ونديرهم فوق النار ونزيد الملح ونبدا نقلي فيهم. وهنا كما راكم تشوفوا الروز كيفاش راه يطيب. المهم قلت لكم ما تقلعوش البلاع باش يجيك على حبه ويجيك ناشف ويجيك شباب. وهنايا عندي لي زيسكالوب تاعي نقلي فيهم. هنا تنجمي ديري زر تاع الدجاج، ديري زر تاع الدجاج. المهم صحاباتي نبدا نقلي في اللحم حتى يطيب ويدخل له الطياب، من بعد حنولي معاكم. وهنا بعد ما طاب لي اللحم كما تعرفوا الاسكالوب يشم ريحه النار يطيب. هذه هي من بعد كي حمرتها هيا وطاب لي مليح. راح نجيب لا كريم فريش، كريمه سائله. وهنايا هو الروز تاعي طاب، انا زدت عليه شويه ملح باسكو كنت ناسيه الملح، ونخليه بجهه. ونكمل اللحم تاعي. وهنا كي قلت لكم اللحم راه طاب، نفرغ عليه كريم فريش، كريمه سائله. انا عندي قرعه فرغتها. الكريمه هذه هي اللي راح تعطي بنه وتعطينا لاصوص شابه اللي راح نسقو بها الروز. هذه هي. من بعد عندي فرomاج رابيت شويه وزدتها على هذه الخطوه اختياريه، اذا ما عندكش فرماج ما ديريش، غير لا كريم فريش بزاف. هذه هي. ونخليها تتجمر شويه ونطفي عليها. وهنايا بعد ما طابت لي لاصوص تاعي راكم تشوفوا في الروز، انا راح لي المقطع تاع لا فيديو من درت الروز في المول وطبعتها في الطبسي. هنايا تبغي ديري هكا، تبغي تطبعيه في غرفيه، تبعي كل واحد وكيفاش. انا درتها في المول تاع الموسكوتشو عندي صغير، درتها في البلاك كما راكم تشوفوا فيه، وسقيتها بلا صوص هذيك اللي خدمناها بالكريمه السائله. يجي هذا البلا يجي ما شاء الله بنه ذوق. ما نحكي لكمش على البنه، جربوه ان شاء الله وراح يعجبكم وما يديلكمش كاع الوقت.